السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله كده اول روتين اظهر فيه معاكم على القناة، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش كده، لانه فيديوهات الروتين ده بتبقى تعب جدا، وبالذات في تصويرها. ما تنسوش يا ريت تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا القناة، يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا كده الفيديوهات اول باول. يلا كده ندخل على الروتين، يا رب ينال اعجابكم. روتين النهارده هعمله في اوضه النوم، بس معاكم هنضف اوضه النوم كده زي ما انتم مش شايفين. ده الروتين الاسبوعي بتاعها. انا اول حاجه كده شلت السجاد ونفضته كويس كده وطلعته كده علشان يتشمس. وبعدين كده ابتديت ان انا اكنس الاوضه الاول كده كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بفصل وبرجع بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم وتملوا منه. وببتدي الوقت بعد ما خلصت كنست الارض وكده، ابتدي الوقت اللي انا هنفض علشان اما اكنس ويكون في تراب في الارض، التراب ما يدخلش تحت السراير وكده، فبالتالي مش هعرف ان انا انضف كويس. فدلوقتي انا ببتدي ان انا جبت النفاضة كده وبنفض الدولاب، ونفضت السرير والكوميدينات كده كويس. بنفض الباب زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت يا ريت تحطوا لي لايك للفيديو يا جماعه، اللايك والله بيفرحني جدا. كده اهو زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا انفض كويس جدا اهو. برجع كده بالتنفيض على اعيد التنفيض تاني كويس. وكده دلوقتي جبت البخاخة دي فيها مية وكرول وفوطة كده ببلها مية، وبرجع ان انا ايه امسح بيها الاماكن اللي انا برش عليها كرول كويس جدا. بصراحة بينضف وبيلمع كويس وبيخلي المكان يلمع زي ما انتوا شايفين كده. انا كل روتين بعمله ان انا بنفض بالطريقة دي وبرش كرول وببتدي ان انا امسح كده. يعني زي ما انتوا شايفين كمان اهو لمع، يعني الباب نظيف مفيهوش اي حاجة ولا رواسب ولا بقعة ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. عشان انا ايدي فيه على طول، كل روتين ببتدي ان انا اعمل نفس الموضوع ده. برش كرول وببتدي امسح. ألمع يعني اوضه النوم كويس، الباب والدولاب والسرير بلمعهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بالفوطه. وبعدين برجع على الفوطه ان انا بحطها في الميه بغسلها يعني، وبرجع امسح بيها تاني ألمع بيها. ودلوقتي انا ببتدي ان انا بايه بلمع التسريحه. الروتين طبعا زي ما انتوا شايفين انا حامل والروتين بيبقى تعب جدا علينا احنا بالذات يعني. فياريت تحطوا لنا لايك بالله عليكم، ما تنسوناش في اللايك. كده بحط كمان حبة، هي ازازة الكرول دي فاضية بس انا بستخدمها ان انا بحط فيها بريل، وبزود البريل مية كده. وبعدين برش طبعا على الكوميدينات وبمسحها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا كل مرة بعمل نفس الطريقة دي كل اسبوع، بلمع بنفس الطريقة دي وبنضف اوضه النوم بنفس الطريقة دي اللي انتوا شايفينها كده. بلمع التسريحة كويس والكوميدينات كويس بتاعة التسريحة. المية والكرول دي على فكرة بتكفي معايا جدا وبتنضف كويس جدا وبتلمع كمان. ببتدي ان انا كمان المع الفواطة ما بنساهاش. بلمعها وبرشلها كرول وبلمعها طبعا مع اوضه النوم بالكامل، بلمعها وبنضفها بالطريقة دي. ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتحطوا لنا لايك يا جماعة كده بالله عليكم. كده دلوقتي بمسح بلمع كده السرير
كده اهو بلمع كمان الكوميدينات. انا شلتهم كده على السرير علشان اعرف ان انا اكنس كويس جدا تحتيهم كده وانضف. كل مرة انا بشيلهم بالطريقة دي. وببتدي دلوقتي ان انا هلمع الشباك، طبعا ما بنساش الشباك والحيطة اللي تحت الشباك دي. كده اهو بلمعه كده من الجهتين. وبعدين دلوقتي بعد ما خلصت تلميع بجيب البريل. طبعا ده بريل اللي انا حطاه في ازازة الكرول، بريل ومزوداه. وابتدي دلوقتي ان انا ارش البريل وبرجع عليه بالمكنسة، ادعك كويس جدا الارضية علشان تلمع وتديني النظافة اللي انا عاوزاها. بجد جربوا الروتين بالطريقة دي هترتاحوا جدا الاسبوع كله، ومش هيبقى غير معاكي ان انت تنفضي وترتبي الاوضة كويس كده وتوضبيها وتكنسي اهو. بعدين كمان في مكان ورا السرير انا مخلياه كده علشان ان انا لما اجي انشر الهدوم اعرف انشرها، لان السرير داخل على الشباك فمخليش مساحة فاضية فيه كبيرة يعني. فمخليه مساحة وابتدي ان انا مساحة مع الأوضة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بعد ما خلصت كده بدي ده اول وش كده للأوضة اللي انا بمسحه، بديها اول وش كده. وبعدين برجع اشيل التسريحة كمان وامسح كويس جدا وراها اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين برش كرول كده وبمسح بلمع كرول كده وحبة بريل. وببتدي ان انا امسح كويس جدا. وطبعا عندي الجرادل بغيرها، بغير المية بتاعتها كده. انا بفصل شوية وبرجع بحط الفتالة جوه الجردل بغسلها وبرجع طبعا امسح تاني المع تاني كده. دلوقتي انا خلصت كده ورا التسريحة وابتدي ان انا ارش كرول على الارض وحبة بريل كده علشان ادي المسحة الاخيرة للأوضة والمعها كويس جدا. المعها كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو. كده باخد المية بروح ان انا احطها في الجردل اغسلها وارجع اجيبها تاني. لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك وتشجعوني ان انا اعمل روتينات معاكم بالطريقة دي. وكده اهو ببتدي ان انا ارش كرول في جميع الاماكن وارجع امسحها مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده. كده اهو بصراحة الارض بتبقى بتلمع جدا ونظيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. فيا ريت تتنشطوا وتعملوا نفس الطريقة دي نفس طريقتي في الروتين كده، والله هترتاحوا جدا. وكده بعد ما انا خلصت لمعت الاوضه كويس ومسحت ولمعت الارضيه كده ببتدي ان انا افرش الموكيت بتاعي واكنسه كمان زي ما انتوا شايفين كده. فرشت كده وكنست وببتدي ان انا اشيل المخدات علشان ان انا افرش السرير. بديله تنفيضه كده وبجيب المفرش كده. هفرش المفرش ده النهارده اهو. كده خلاص فرشت المفرش، هبتدي افرش الدفاية عليه